المتعلقة بالتوقيف والاعتقال الجماعي وبأعداد كبيرة. بدأت بعض الدول توجه إليكم انتقادات مثل فرنسا وإنجلترا، وإن هذه الدول وإن كانت تصارح بأنها ضد الانقلاب، ولكن هناك توجيه انتقادات بهذا الموضوع، خاصة أن وزير الخارجية الفرنسي انتقدكم في هذا الأمر. أنا لا أعرف ماذا قال وزير الخارجية الفرنسي، ولكن أنا لدي ما أقوله، فهو هل يمكن غض الطرف عما قامت به فرنسا من اتخاذ التدابير بعد الأعمال الإرهابية التي وقعت في فرنسا؟ ألم تقم فرنسا بعمليات توقيف جماعية؟ وقد تم الإعلان عن حالة طوارئ ل3 أشهر، ثم 3 أشهر الأخرى، ثم 6 أشهر. لماذا؟ وذلك من أجل سلامة البلد. نحن يجب أن ننظر هل أن محاولة الانقلاب جريمة أم لا؟ جريمة بلا شك. بما أنها جريمة، وما هي الجهة المعنية بإلقاء القبض على المرتكب هذه الجريمة؟ الدولة. طبعا الدولة تلقي القبض عليهم ثم تسلم إلى القضاء، والقضاء يقوم بما يستوجب في هذا الأمر. فإن كان هذا الموقف المشتبه به مجرما يتم اتخاذ ما يتعين، وإلا يتم إطلاق سراحه. وإن كان وزير الخارجية قد قام بهذا التصريح فهو خاطئ، وليس له أي حق في إدلاء أي تصريح في حقه، وإن كان يريد أن يتلقى درسا في الديمقراطية ويمكن أن يتلقى منها. وإن هؤلاء عندما قاموا بطرد المواطنين من الرومان في فرنسا كانوا قد أظهروا عن وجههم وعن تفكيرهم في موضوع حقوق الإنسان. أما تركيا تستضيف حاليا 3 ملايين من السوريين والعراقيين، ولا يحاولن أحد أن يلقن لنا درسا في هذا الموضوع، ونحن فقط نقوم بملاحقة المتورطين في الانقلاب، والدولة تقوم بما يتوجب عليها في هذا الصدد.